كل مسوق يمر فترات من الحيرة. هل أنا بس قاعد أنفذ شغلي؟ هل أنا ما عندي إبداع وقاعد بس كل يوم أسوي نفس الشغل ونفس الكلام؟ هل أنا داخل بجدار؟ الحقيقة إن التسويق ممكن يكون من أصعب المجالات من ناحية إنك تحس إنك فعلا فاهم، والدليل إنك الحين موجود عندي في اليوتيوب قاعد تشوف هذه الحلقة تبغى تتعلم. الشيء المهم اللي إنك أنت لازم تعرفه إن التسويق عبارة عن فن وعلم بنفس الوقت. فن تقديم معلومة بطريقة علمية فعلا تخلي الناس يغيرون من تصرفاتهم. فأنت كمسوق المسؤولية حقتك مو بس أنك تعيد وتنفذ نفس الشغل مرة مرتين ثلاث. أحيانا هذا يكون الشيء الوحيد اللي أنت تسويه وهذا طبيعي، ولكن الأهم أنك فعلا تشوف هل هذه المعلومة اللي أنت قاعد تقدمها للناس فعلا قاعدة تغير من تصرفاتهم. هذه القناة وكل المحتوى اللي فيها إحنا هدفنا فيها إيش؟ أن نرفع من وعي الناس في أهمية التسويق وكيف هم يسوقون بالطريقة الصح. ولكن أنت كمسوق أقوى عدو لك هو أنت، إنك تحس إني أنا ما عندي سالفة. أنا كمسوق ما أدري هل أنا أحط على التيك توك، هل الحين لازم أسوي كل شيء على التيك توك لأن الناس كلها موجودة على التيك توك؟ طيب اليوتيوب في ناس، طيب انستغرام في ناس، هل أبدأ أسوي ميلينج ليست، هل أسوي لي جروب على الواتساب؟ في عالم كبير جدا في التسويق، وأنت كمسوق شخص واحد طبعا ما راح تقدر تسوي هذه الأشياء كلها بنفس الوقت. في الفيديو هذا أبغاك بس تقعد شوي مع نفسك وترحم نفسك أو ترحمين نفسك كمسوق وكمسوقة. في عندك وقت معين، في عندك مهارات أنت ممكن تطورها، في عندك معلومات أنت ممكن أنك تكتسبها، ولكن هذا لا يعني أنك أنت راح تقدر تسوي كل حاجة وكل شيء لوحدك. مع مرور الوقت ومع فهمك العميق لمعنى أنك تسوق صح راح تبدأ تحس أنه أنا لازم أتخصص، وهذا الأصل. ولكن المشكلة في هذا الموضوع إذا تخصصت مرة أنك تحس أنك إيش طلعت عن إيش اللي صاير ترند الحين، أو إيش آخر الصيحات اللي صارت ولا الترندات في كيفية تسويق منتجات أو خدمات أو أيا كان في السوق. لذلك لازم ترحم نفسك وتقول أوكي أنا في بداية رحلتي أبغى أتعلم كل شيء في عالم التسويق. تعلم الإيميل ماركتينج، تعلم المدونات، تعلم الرسائل النصية، تعلم السوشيال ميديا بكل ما فيها وعالمها. بعدين في لحظة من اللحظات لازم تقعد شوية مع نفسك وتقول إيش الشيء اللي أنا أستمتع فيه وأبدع فيه. ودائما أقول إيش الشيء اللي أنت تستمتع فيه وتبدع فيه، لأنه في فرق كبير بين الاثنين. في أشياء تستمتع فيها ولكن ما أنت مبدع فيها، بمعنى تسوي محتوى كثير تنزله لكن ما حد يشوفه، ما حد يحسون انك قاعد انت فعلا تبدع فيه. ولكن ممكن تصير انت مره مجنون على اكس، تسوي تويتات تكسر الدنيا، وكل ما نزلت شيء الناس سووا له ريتويت ويحطون عليه افكارهم خلينا نقول الابداعات اللي انت سويتها خلتهم يحسون انهم مره رهيبين لدرجه انهم بدوا يسووا لها ريبوست ونشر. ايش المكان اللي انت تبدع فيه وتستمتع فيه مهم جدا جدا انك تعرفه وتبدا تتعمق فيه اكثر واكثر واكثر. وللمعلوميه قيمتك كمسوق تزيد كل ما كنت متخصص اكثر، خصوصا في بدايه رحلتك. اغلب اللي يتابعون القناه ويشوفون هذه الحلقات هم ناس يا عندهم شركه ناشئه، يا عندهم متجر، يا يشتغلون في شركه ويبغون يفهمون اكثر، يتعلمون اكثر، يطورون من قدراتهم على انهم يكونون مسوقين ناجحين. هذا الشيء ما راح يصير بيوم وليله، فكويس انه الان انت قاعد تتعلم، قاعد تحاول تطور من نفسك والمحتوى اللي انت قاعد تصنع لشركتك ولا شركتك انت الخاصه والشركه اللي انت تشتغل فيها. المهم هنا اللي ودي اوصلك انك لازم تتخصص. شوف المجال اللي انت تبدع فيه وبنفس الوقت تستمتع فيه، وشوف اذا تقدر تاخذ لك درجه علميه، شهاده، حاجه تثبت للناس ان انت فعلا تخصصت في هذا الشيء. ممكن يكون السي او، انه والله تبدا انت فعلا تزيد من قدره ان الموقع يطلع في نتائج البحث. ممكن تكون كتابة المحتوى، ولكن ممكن كتابة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وخلاص توصل مرحلة جدا عالية من قدرة استخدامك للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى اللي يطلع في نتائج البحث. شوف الشيء اللي تستمتع فيه. تصوير، طيب التصوير ايش المستوى اللي بعده من التصوير؟ هل انا اصور اعدل في الذكاء الاصطناعي؟ هل انا اصور باسلوبي الخاص؟ هل ارجع اصور فيلم؟ ايش اسلوب التصوير اللي ممكن يخليك تكون مسوق ناجح؟ المسوق عبارة عن تعرفون السكينة اللي فيها أدوات مرة كثيرة، أنت تقدر تسوي أشياء مرة كثيرة، ولكن قيمتك إذا كنت متمكن جدا في أحد هذه الأدوات. فنصيحة، إذا حسيت نفسك ضايع هذا معناته أنك قاعد تسوي أشياء مرة كثيرة وما أنت بقادر ترصد أنك فعلا أنجزت. بعض المسوقين يصير عنده تشيك ليست، كذا أنا لازم أسوي كذا، لازم أسوي كذا، لازم أسوي كذا، أصنع المحتوى فلاني، أصنع المحتوى فلاني، ويلا النزلة خلاص أنا عندي تشيك ليست خلصتها، عندي خطة المحتوى حقت هذا الشهر. الحقيقة
إذا أنك ما تابعت وشفت هل هذا محتوى قاعد يوصل للناس، هل هذا المحتوى ما هو قاعد يوصل للناس، أنا المفروض ما أسويه أوقفه، هل هذه المنصة أصلا فيها متابعيني، أصلا فيها الناس اللي مهتمين بالمحتوى اللي أنا قاعد أسويه ولا لا. مهم جدا انك بعد ما تسوي حملاتك ترجع وتشوف التقارير، تشوف هل في نقاط ضعف، هل في نقاط قوة انت ممكن انك تشتغل عليها بحيث انك تحسن من العمل اللي انت تسويه. مجرد انك تسوي هذا الشيء انت مباشرة قاعد تطور من فكرك كمسوق. المسوق هو شخص يقدم معلومات للناس عشان تتغير تصرفات الناس. امس كانوا يشترون قهوة، اليوم بدوا يشترون شاهي، وبعده بدوا يشترون ماتشا، ايا كان. هذا كله تم تغييره مع الوقت بسبب المعلومات اللي تم عرضها للناس، سواء دخل الكوفي او ودك تجرب القهوه اللي عندنا، ودك تجرب الماتشا، هذا عباره عن تسويق انت قاعد تسويه بطريقه او اخرى، سواء كان داخل المحلات او اونلاين او اي مكان انت موجود فيه. في مليون الف طريقه انت تقدم فيها معلومات للناس. فنصيحتي لك اذا تحس انك ضايع، اقعد شوي مع نفسك وشوف ايش المجال اللي تبدع فيه وبنفس الوقت تستمتع فيه. اذا قدرت تلقى هذا المجال وتدخل وتتعمق وتصير اكثر واحد محترف فيه، صدقني راح تلقى فرص تجيك كل الوقت. واقدر اعطيكم مثال، انا من الناس اللي يستمتعون في بناء العلامات الشخصيه، اني اشتغل مع الانفلونسرز، مع القاده حقين الشركات، سي او سي ام اوز ايا كان، وابني لهم علامه جاريه شخصيه لهم هم، بحيث انهم يقدرون من خلال هذه العلامه الشخصيه حقتهم يطلعون البراندات حقتهم، يطلعون المنتجات حقتهم، الخدمات او ايا كان. انا ما اكتشفت هذا الشيء الا في بدايه رحلتي لما بديت اشتغل مع الانفلونسرز المؤثرين، وكيف انا قدرت أن اجيب الزوايا الصح اللي تبين الالوان اللي هم يحبونها، اللي تبين خلينا نقول اسلوب الحياه اللي هم يبغون يوصلونها للناس. والله واحده حقت رياضه، طيب يلا ندور المكان الصح لتصوير هذه اللحظه الحلوه. طيب احد عنده ريل استيت، طيب ايش احسن زاويه في المدينه عشان يصير فيها ريل استيت. فمجرد انك انت تلقي الشغف حقك، او خلينا نسميه نقاط الابداع حقتك او نقاط المتعه حقتك، انت راح تلاحظ انك تبدا تبدع بشكل جدا جدا قوي. والاهم انك تبدا تفخر بكل شيء انت سويته معاهم. اوه تصدق ذاك اليوم والله سوينا شيء، قعدنا 12 ساعه وحنا نصور، رحنا مكان فلاني، هذا المحتوى اللي احنا سواه. تحس انك تفخر في الانجاز اللي انت سويته. ولكن اذا اخذت التسويق كانه وظيفه انت قاعد تسويها كل يوم، تنفذها كل يوم، تعيدها، ومجرد انك تخلص يلا اليوم بسم الله مع السلامه، صعب جدا انك تتطور. لان التطور ما يجي في بيئه انت قاعد تحس انها ما هي ممتعه. ولكن لا تحترم ان البيئه هي تخليك تلقى المتعه هذه، لانه قليل يصير عندك مدير ولا مديره مره رهيبين يخلونك تحس انه الوظيفه حقتك ممتازه وانت مبسوط ويلا اعطونا افكار جديده، اطلعوا وسووا. قليل جدا. ليش؟ لانهم هم عندهم مسؤوليات اكبر، عندهم ريبورت اخر السنه، تقرير معين لازم يسوونه، منتجات لازم تنباع، عندهم الهم اللي هم شايلينه. فقليل جدا تلقاه فاضي انه يقول اوكي كيف القى نقطه المتعه حقه الموظف عشان اعرف انه راح يبدع فيها. فلذلك هذا شيء عليك انت كمسوق وكمسوقه، كيف تلقين النقطه هذه، او كيف تلقى هذه المساحه في العمل اللي انت تسويه اللي يخليك تحس انه انت واو انا متحمس اني اروح بكره اسوي هذا الشيء. تدري تاخذ معك اللابتوب في البيت وقد تخلصه من الحماس والابداع والاتقان اللي انت وصلت انك تبغى تطور من مهارتك. تدري طبعا انا لو سويت الحمله هذه في المنصه الفلانيه ايش ممكن يصير فيها، طيب انا لو سوينا هذه الفكره باستخدام هذه الاداه مع هذه الاداه ممكن يطلع لنا شيء مره مجنون. الفكره هنا انه لا تنتظر احد يحمسك، لا تنتظر احد يقول لك انت مبدع، انت متقن، هذا الكورس لازم تاخذه، وهذا المصور لازم تفهم منه، وهذا المسوق سوى شيء فلاني. اذا ما انت حمست نفسك، اذا ما انت اقنعت نفسك انه انا الخطوه الجايه انا لازم اتخذها، انا ابغى اصير اتخصص في هذا الشيء، ليش؟ لاني استمتع فيه ومره ممكن اني ابدع فيه اكثر واكثر. قليل تلقى احد يناظرك كذا ويحللك ويقول لك تدري انت نقطه قوتك هذا الشيء، ادخل وتعمق فيه وتراك تطلع شيء مره ممتاز. صعب جدا، لانه اغلب الناس خصوصا القاده تلقى عندهم ضغط مره عالي ومو فاضيين يحاولون يساعدون احد ممكن هو ما هو قاعد يشوف ايش الشيء اللي هو اللي يستمتع فيه. السوق عندنا في احتياج مره قوي الى مسوقين مبدعين، مسوقين مستمتعين بالشغل اللي هم يسوونه. وهذا شيء يعتمد بقدر ما هو ممكن على الشركه اللي انت تشتغل فيها، يعتمد بشكل مره كبير عليك انت وعلى رؤيتك للشيء اللي انت تسويه وعلى مدى الابداع اللي انت تبغى توصل له. مهما كان الناس ممكن يعطونك فرص، ممكن يعطونك افكار، ممكن يعطونك نقاط ممكن تشوفها بطريقه مختلفه، ولكن الاهم والاعظم والاجمل انك انت تبدع وتشوف العالم بطريقه مختلفه فعلا تضيف فيها قيمه مختلفه. طيب كيف تقدر تسوي الشيء هذا؟ هل في طريقه معينه ممكن تستخدمها عشان تلقى شيء انت تبدع فيه، انك تلقى حاجه انت ممكن تتقنها؟ ايش الاسلوب اللي ممكن انك تتخذه بانك تصنع حاجه فعلا مميزه؟
الفكرة هنا لا تنتظر أحد يحمسك، أنت كمسوق مسؤوليتك إنك تبدع وتتقن وتتطور مع الوقت، وأهم شيء في التسويق إنك تتذكر أن الهدف منه هو تغيير تصرفات الناس، لأنك قدمتهم معلومة معينة في المكان الصح بالوقت الصح عن الاحتياج الصح اللي هم يبغونه، أو إنك حركت مشاعرهم بطريقة مرة قوية خليتهم يحسون إنهم يحتاجون هذا المنتج أو هذه الخدمة الآن. في نهاية الحلقة إن شاء الله عجبتك وتعلمت فيها شيء أو شيئين عن كيف تكون مسوق رايق مبدع متقن وبنفس الوقت متحمس إنه يتطور ويعرف إيش الخطوة الجاية اللي هو لازم يسويها. لا تنتظر أحد يقول لك نصيحة، لا تنتظر أحد يقول لك وش تروح، أنت لازم تعرف إيش الشيء اللي تبدع فيه وبنفس الوقت تبدع فيه وتستمتع فيه. إذا عرفت هذول الاثنين صدقني ممكن تكون أفضل مسوق في المجال اللي أنت تتخصص فيه. إذا عجبتك هالحلقة شاركها مع أحد ثاني ممكن تعجبه، اشترك في القناة إذا ما اشتركت، ولا تنسى ترى موجودين إحنا في كل المنصات ممكن إنك تلقانا وتتعلم مننا شيء جديد. سلام عليكم.